السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني بوصفة سهلة وسريعة للي حابب يخس في وقت قصير. فطار سهل وسريع وهتعمليه في اقل من دقيقة. هنجيب زبادي، اذا كانت زبادي لايت او زبادي عادية. الوصفة دي سهلة جدا وسريعة وكمان هتحسسك بالشبع. زي ما قلنا كده هنجيب علبة زبادي وبعدين هنفضيها. طبعا الوصفة دي من غير اي سكر. هناخد السكر من الفاكهة اللي هنحطها مع الزبادي. بعد ما حطينا علبة الزبادي هنجيب كمان موزاية، وفي ناس بتحب تهرسها، انا بحبها قطع. يعني لو حابة تعمليها قطع تمام، لو حابة تهرسيها خالص وتحطيها مع الزبادي تمام. انا هقطعها قطع وهحطها على الزبادي دلوقتي. اي وقت تحسي ان انت جعانة اعملي الوصفة دي، هتشبعك وسهلة وسريعة وبحاجات موجودة في البيت. ممكن كمان نتسحر بيها في رمضان، هتبقى بسيطة مع الزبادي وكويسة. بعد ما حطينا المزايا هنقلبهم كويس في بعض، وبعد ما نقلبهم ممكن نحط عليها بذور الشيا مثلا او بذور الكتان. انا هكتفي بان انا هحط رشتين قرفة كده، والقرفة على فكرة حلوة جدا، بتنظم السكر في الدم، فكويسة الناس اللي هي عندها مقاومة انسولين هتبقى كويسة ليها، او الناس اللي بتحس ان هي عايزة حاجة مسكرة كل شوية. الوصفة دي هتبقى سهلة وسريعة ليكي، بدل ما تروحي تشتري حلويات او تعملي حلويات بيبقى فيها سعرات حرارية بزيادة جدا. فدي سهلة وسريعة وبسيطة وهتحسسك بالشبع، لان خلاص اكلت حاجة مسكرة، الموز مسكر. وبس كده احنا خلصنا الفطار. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد.